انخفاض كبير في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ليصل إلى 48 جنيه و70 قرش للشراء في البنك المركزي المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم. النهاردة معانا تحديث سريع لأسعار الدولار قدام الجنيه المصري في بداية تعاملات يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025. تعالوا نشوف الأسعار وصلت لفين. نبدأ على بركة الله. سعر الدولار النهاردة في البنك المركزي المصري وصل ل 48 جنيه و70 قرش للشراء، بيع 48 جنيه و84 قرش. أما في البنك الأهلي المصري فسجل الدولار 48 جنيه و67 قرش للشراء، بيع 48 جنيه و77 قرش. أما في البنك مصر وبنك القاهرة السعر كان 48 جنيه و74 قرش للشراء، بينما سجل بيع 48 جنيه و84 قرش. أما السعر في البنك التجاري الدولي CIB فسجل نفس سعر البنك الأهلي 48 جنيه و67 قرش للشراء، بيع 48 جنيه و77 قرش للبيع. وكمان في بنك الإسكندرية كان زيه زي بنك مصر، يعني سعر 48 جنيه و74 قرش للشراء، بيع 48 جنيه و84 قرش. يعني الأسعار متقاربة جدا والفروقات بسيطة جدا بين البنوك وبعضها. وده كان ملخص أسعار الدولار في مصر ليوم الثلاثاء 29/7/2025. لو مهتم بمتابعة أسعار العملات والاقتصاد ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل التحديثات أول بأول. أشوفكم قريب في فيديو جديد. ألقاكم في أمان الله. سلام عليكم.